حبايبي الغاليين عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. تعالوا بقى نشوف. انا صورتلكوا فيديو الخروجة اللي هي تاني يوم العيد. خرجنا واتبسطنا وكل حاجة. ده تالت يوم العيد والله العظيم. قعدت اصوت واقول لهم حرام عليكم، هو ده العيد بتاعي؟ ان انا عمالة اروق وانضف ومفيش حاجة باينة على الشقة. انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ وعمالة بقى ايه ده، انا كنت حطيت لكم الصوت عمالة اصوت. وشوفوا عيالي المعفنين، شوف. ده في الفيديو بقى عمالة شوفوا عيالي المعفنين. الازازة بيشربوا الحاجة الساقعة بيرموها في الارض. يشيلوا ياكلوا اي حاجة يرموها في الارض، كيس فاضي يرموه في الارض. فاللي هو عيال فظيعة بيجيبوا الكراريس والكتبات من الدرج بيرموها في الارض. المخدات ما بيحبهاش تبقى معدولة. بصوا، عانيت كتير. محدش بقى يقول ايه انت اللي معودتهمش ما اعرفش ايه. والله العظيم يا جماعة ريقي نشف، يا جماعة ريقي نشف مع العيال دي. بس مش كل عيل زي التاني، في عيل بتاخد وقت عقبال ما تتعلم. فربنا يهديهم يا رب ويصلح حالهم ويهدهم لي يا رب. فقلت بقى ايه، نفطر. عملت لهم رق باللبن وقمت بقى قعدت اكنس. بصوا يا جماعة، انا يعني خلاص انا اتعودت على كده. خلاص اتعودت ان العيل بتبهدل، فعيل لسه صغيرين برضك. فانا بزعق وبعاقب وبعمل كل حاجة، بس برضك مش عايزة اربط عليهم قوي. خلاص هما هيوسخوا اهو، انضف بقى من سكات. كفاية بقى، مش كل يوم زعيق ومش كل يوم ضرب والكلام ده. بنديهم يوم اجازة. بنديهم يوم فري كده. فقمت قعدت بقى ايه، كنست وشلت الحافظة والسجادة، خرجتهم على السور. وكان في تنجيد في التنجيد في الشارع عندنا. ومشغل اغنية جواز ده احنا اللي عملنا لكم حس. كانت جميلة اوي، انا بحبها اصلا. فكانت شغالة وقعدنا بقى نرقص عليها في البلكونة كده زي الهبل. فعادي يعني عادي. الام الفرفوشة رزق برضه. مسحت الحبال بقى وقلت انشر الغسيل الاول. والله العظيم يا جماعه انا قضيت العيد كله اروق، يعني مش اول ترويقه اللي انا اروقها دي يعني. كنت روقت قبليها بس كنت عامله بالمكنسه كده. بس المره دي قلت اشيل السجاده بالحافظه يتهووا شويه واطوق الصاله بالمطبخ هتشوف. فالمهم ايه، آه قلت انشر الاول واخلص نشير، وبعد كده اخش اشوف انا هعمل ايه. طبعا بقى ايه العيد قضيناه ايه، ترويق وغسيل واكل. يعني ناكل ونروق ونغسل، وهي حياتنا كده. غسيل ونشير واكل ونوم والله العظيم. ننام نقوم ناكل نروق نغسل الغسيل ننشر الغسيل نطبق الغسيل نرجع نطبخ تاني. كن جوعنا بقى فناكل نرجع ننام. وهو كده في يا جدعان مش عارفة والله العظيم. ولحد دلوقتي انا طبعا اتأخرت على الفيديو دوت عشان خاطر النت كان جه يد النيلة. كان التليفون هيقع في الشارع، والله العظيم التليفون كان هيقع في الشارع من بنتي. حركت التليفون فكان هيتنطر في الشارع. وكنت بصوا كنت هموت، التليفون لسه جديد فكنت هموت لو وقع في الشارع. التليفون لسه جديد ما فرحتش بيه. التليفون ده جايباه في العيد الصغير، وهو ده سبب حزني ونكدي في العيد الصغير. لاني ما كنتش عارفه اشغل عليه القناه بتاعتي، وقلت خلاص كده الدنيا وقفت قدامي. فما كنتش عارفه اشغل عليه القناه بتاعتي. فكنت العيد الصغير كان كله نكد بالنسبه لي عشان خاطر ان انا ما كنتش عارفه افتح عليه القناه. بس بس الحمد لله الدنيا ظبطت. بس ايه رأيك في التصوير؟ طبعا التصوير احسن عشان جودة التليفون احسن و... واحسن من اللي كان معايا واغلى من اللي كان معايا.
بس نوع سامسونج يا جماعة. واللي كان معايا الأول كان فيفو، كان معايا فيفو وجبت سامسونج. فقصة التليفون دي كبيرة قوي، فمش هينفع اشرحها دلوقتي عشان الموضوع هيطول قوي، والله هخلص الفيديو كله في موضوع التليفون. بس فخلينا في الفيديو. طبعا بقى الترويقة سريعة سريع كده، جري في جري، عشان طبعا احنا عاملين تنظيف عميق، فكله جري في جري. وابني بقى قاعد عمال يغني جنبي، مشغل اغنية على التليفون فعمال يغني، هو ده اللي فالح فيه. تعالوا بقى اقول له كده ذاكرت ايه ولا عملت ايه، يقول نسيت. نسيت. حافظ الاغنية كلها ونسي، بينسى الواجب بس. فبصراحة اليوم اللي بيبقوا عيالي مرحميني فيه بيبقى يوم حلو بالنسبة للترويق. اما زن وعياط بقى وطلبات، بحس ان يوم الترويق ده يعني يوم ما يعلم بالله ربنا. بجد بيبقوا قلبين ساعات برخامة كده، ما بيبطلوش. بس ربنا يهديهم يا رب. كله تلميعات سريعة سريعة كده، لاني وكان من غير ملمع، يعني ما كنتش برش ملمع عشان خاطر هو آه متلمع اصلا، بس انا قلت امشي ايدي عليه ملحقش يعني يتطرب. فقلت بس بردك امشي ايدي عليه كده بردك، لعل وعسى يكون في حاجة احنا مش شايفينها ولا حاجة. عايزة اقول لكم ان احنا واحنا في الخروجه كنت راكبه العربيه اللي هي اللعبه دي. فانا طبعا زي ما قلت لكم كده في الفيديو، العربيه كانت تقيله، فتقيله جدا، فكنتش عارفه اسوقها. فكل شويه كنت اخبط في حد، فخبطت في واحده، فلقيتها بتقول ايه، ايه ده، هو انت قد الخبطه دي؟ والله زي ما بقولكوا كده، ايه ده. هو انت قد الخبطه دي؟ قلت لها انا ما كنتش قدها، ما كنتش عملتها. بس وانا بضحك كده ومبسوطه بردك، فقلت لها لو كنت مش قدها ما كنتش عملتها، وش انا خبطتك؟ قالت لي اه. قلت لها بقى قدها ولا مش قدها؟ لا لا والله فعلا جمله رخمه وسئيله، يعني بتطلع من ناس سئيله. ايه اللي مش قدها؟ طب ما انا لو مش قدها ما كنتش عملتها. زي مثلا ما حد بيتخانق مع حد، حد شتم حد، حد ضرب حد، هو انتي قدها؟ هي لو مش قدها ما كانش عملتها، صح؟ مش عارفة، جملة غريبة والله العظيم، يعني اللي بتتقال مش عارفة. فكروا في الكلام قبل ما يتقال، فكروا فيه كويس. لو الواحد مش قد الحاجة ما كانش عملها من الأول. الواحد مش هيعمل الحاجة ويرجع ايه يقول انا قدها ولا مش قدها. طبعا الواحد كل واحد وعارف قدراته يعني. فأكيد أكيد انتوا قابلتوا شخصيات زي دي أكيد. فبصوا كبروا دماغكم والله، لو انت مش بتعرفي تكبري دماغك ردي، ولو الرد وصل ان انت تجيبيها من شعرها هاتيها من شعرها ولا يهمك. بس انا عارفه ان انت بعديها تبقي مرتاحه نفسيا. ارتحتي خلاص ان انت عملتي اللي انت عايزاه، جت صح جت غلط بقى انت خلاص نفذتي اللي انت عايزاه. فاللي تحسي ان انت عايزه تعمليه اعمليه والله بجد، ما تفكريش زي ما تيجي تيجي. فدخلت بقى عشان اغسل مواعين. طبعا اتغدينا ايه، بقيت الفراخ اللي احنا كلناها بره يوم الخروجه، طبعا احنا تاني يوم الخروجه، فانا كنت مصوره لكم بقى مننا فراخ وكده. فعيناها في التلاجة، وتاني يوم سخنتها. وعملت رز بشعرية، وكان في طبق كفتة، يعني اللي هي الطبيخ دي، وسخنتها وقعدنا اتغدينا وكان زي الفل. الفراخ اللي اتبقت نفعتنا تاني يوم اتغدينا بيها، فكانت حلوة جدا. وبس كده كنا ودخلنا بقى نغسل المواعين كده، وقلت بقى وانا بغسل المواعين هدردش معاكم تعالوا بقى شويتين احكي لكم قصة بجد، يعني حاجة كده حزن، والله حزن مغلي والله العظيم. فتعالوا نحكي القصة دي مع بعض ونسمعها مع بعض. واحدة بتقولي
يا نونا حماتي بتعاملني اكني عبيدة عندها. عبيدة عندك؟ عبيدة عندها ازاي يعني؟ بتخليني اقوم من الصبح لحد بالليل، وما ينفعش اطلع واسيبها الا لما ميعادي يجي بالليل، الميعاد اللي هي بتطلع فيه بالليل يعني. وتني بقى من غسيل لطبيخ لترويق لتنظيف لكل حاجة، واقفة بهرس. ولو عملت اي غلطة بتخليني آه، اطلع شقتي من غير ما احط لقمة في بقي، وده عقابا ليا ان انا عملت حاجة ضايقتها. وممكن ما بقاش عاملة حاجة وتدور لي على اي سبب، يعني زي سبب كده، اخر سبب هي عملته معايا ان انا وانا واقفة على الغسالة بغسل الغسيل، آه شتمتني وبهدلتني وقالت لي هو ده غسيل؟ ده غسيل يقرف، وده غسيلك معرفش ايه، وتتك القرف على غسيلك، والكلام ده. فطبعا سابت على نفسها، وطبعا بعد ما هزقتها وكده مش هتستحمله، وقامت ايه، طلع شقتها. ف بتقولي بعد الموقف دوت انا قررت ان انا منزلش عندها تاني. بعد ما سابتني واقفة بطبخ طول اليوم، وعملت لها الاكل، وواقفة بغسل لها الغسيل، وخلتني اطلع شقتي انا وعيالي من غير ما نحط لقمة في بقنا، وهي عارفة ان انا ما بعملش اكل خالص عندي في الشقة، والاكل بيبقى كله تحت، وشربنا كله تحت، وعارفة ان انا مفيش حاجة في ايدي اعملها. وهن عليها ولادي اللي هم ولاد ابنها يطلعوا من غير اكل، وانا بصراحة انا قطعتها ومش عايزة انزل لها تاني، ومليش نفسي انزل لها. فانت رايك ايه، انزل لها ولا منزلش؟ انا كده كده قلت لها رايي بره الفيديو، قلت لها رايي بصراحه بره الفيديو، بس انا قلت لها انا هقول قصتك عندي في القناه، وهقول رايي برضك في القناه، عشان ايه، واحنا بندردش كده مع بعض، غيرك يسمعني وغيرك يستفيد، ده لو حد عايز يستفيد. بصي يا قلبي، اللي تقبل بالاهانه مره هتقبلها 500 ألف مرة، ماشي؟ انتي قبلتيها مرة على نفسك، خلاص هي خدت على كده، خلاص هي سستمت نفسها على كده. انا هزقها وبهدلها ومرمطة، وهتلف تلف وترجع لي، هتلف تلف وهتنضف لي، هتلف تلف وهتطبخ لي. لا، مفيش الكلام ده. هو كان من اول مرة، من اول مرة غلطت فيكي وحاولت تهينك، ما كنتيش عتبتيها تاني. ما بصي، ما امحيها من حياتك، امحيها من حياتي. جوزك لو وقف قدامك، لا، ستوب، ستوب، لا، ما اقبلش ان انت كمان تقف قدامي وتقبل اهانتي، وتقبل ان انا بتشتم وبتمرمط وكده، وانت ايه، فينك انت، فينك من ده كله؟ انت قابل ان مراتك تتبهدل؟ لو هو قابل بكده يبقى هو كمان ما عندوش كرامة. معلش متزعليش مني، هو كمان ما عندوش كرامة. ده كمان وكرامة قالت الواحدة لي من ان كرامة هي جوزها. طردتها، ده انا نسيت اقول لكم، ده طردتها، قالت لها غوري بره وما اشوفش وشك هنا تاني. يعني هي طردتها كمان، ده أنا نسيت اقول لكم. فلا، لا والله العظيم، لا، لا والف لا. مفيش واحده يا بنات تقبل على نفسها كده، مفيش واحده تقبل اصلا ان حماتها تشتمها باي لفظ، باي لفظ، وش يشتمها وتخرجها بره. وده حكيت لي حاجات تانية كتير، ده انا حكيت لكم اخر موقف، ده حكيت لي حاجات تانية كتير. فليه الواحدة تقبل على نفسها؟ خلاص انتي لو قبلتيها مرة خلاص، هي خدت بقى ان انتي هتاخدي كل حاجة على دماغك وهتقبلي. اما لو وقفت لها من اول مرة وخدتي موقف من اول مرة، والله العظيم والله ما كانت كررتها تاني، وكنت عملتي حدود ليها واللي حواليها، يعني اللي حواليها كمان كانوا هيحترموكي. اما كده لا، يعني ولا هي هتحترمك ولا اللي حواليها يحترموكي، واللي رايح واللي جاي هيقعد يشتم فيكي ويبهدل فيكي. فانت كنت خدتي موقف من الاول، ما ينفعش نصلح الغلط ب... في الاخر، يعني في الاخر بقى نحاول نصلح،
لا ما ينفعش، كان المفروض يتصلح من الاول. بس خلاص الواحد ما بيتعلمش ببلاش، انت في ايديك تصلحي الموضوع، بس هيبقى صعب شوية لانها خدت على كده خلاص، وانت قبلتي مرة واتنين وتلاتة. فاحنا ممكن نصلح الموضوع ان احنا نقطعها خالص ونقف وقفة جامدة للموضوع دوت. لو جوزك مش واقف جنبك وسندك، يبقى انت تقفي لوحدك. ما معرفتيش تقفي لوحدك، اقفي انت واهلك. حاولي تقفي لها، حاولي، حاولي على قد ما تقدري ان انت ما تبهدليش نفسك تاني. كفايه، قولي لنفسك استوب بقى، استوب من البهدله والمرمطه اللي انت اتمرمطتيها معاها. وهقول للحموات، اتقي الله، اتقي الله في ولاد الناس، عشان دي بنت ناس طالعه من بيت محترم. ما تستحقش ان انت تبهدليها كده، لانها اهلها تعبوا فيها وفي تربيتها. ما تجيش انت في الاخر وتبهدليها وتمرمطيها. واللي ما ترضاش على بناتك ما ترضاش على بنات الناس. لو جت بنتك اشتكت من حماتها، ها، تبقي قاعده مش على بعضك وعايزه تعملي اي حاجه، عايزه تقيدي الدنيا ولع، وازاي بنتي اتشتمت وازاي بنتي اتضربت. ها، ما بتبقيش طايقه حاجه على بنتك. هي برضك ليها ام ما بتبقاش طايقه حاجه عليها. ماشي، بس في ناس بتعرف تاخد حقها وفي ناس ما بتعرفش تاخد حقها. ف فما تجيش على مرات ابنك، عشان مرات ابنك بتحبك وغلبانة، ولو رضيتيها بكلمة هتبقى زي الخاتم في صباعك. وانتي برضك لو رضيتي حماتك بكلمة هتبقى زي الخاتم في صباعك. بس في حموات ما بتقدرش مهما عملت لها، مهما عملت لها ما بتقدرش. وممكن تقول عليكي ايه ده، ما بتعمليش وما بتسويش، ده مطلعه عيني. طبعا الناس ليها الكلمتين اللي بيتقالوا، بس هما شايفين حاجة مش شايفين حاجة. الناس لها اللي بتسمعه، الناس ما لهاش اللي بتشوفه في الزمن اللي احنا فيه ده. الناس ما لهاش اللي بتشوفه، لها اللي بتسمع بس. سمعنا يبقى الكلام ده حقيقي، لا شفت بعينك يبقى فعلا الكلام ده حقيقي. تسمعيش وتطبقي الكلام وخلاص. وانتي يا حما يا حلنبوح، خدي مرات ابنك كده في حضنك وطبطبي عليها وراضيها، عشان لو عشت لها النهارده مش هتعيشي بكره. خليها تبقى تقول الله يرحمها كانت كويسه معايا وبتعاملني معامله حلوه، وبتعاملني معامله احسن من بناتها. الكلمه الحلوه صدقه، والسيره الحلوه هي اللي بتقعد. وبس كده، وربنا يهديكم يا رب. انا حاسه ان انتوا سايبين الفيديو والقصه اللي انا بحكيها وعمالين تضحكوا عليا دلوقتي على المعصم اللي انا لابساه فوق العبايه، فوق الجلابيه. انا هقول لكم لابساه ليه. انا كنتش عايزه الكم بتاع الجلابيه اللي انا لابساها، العبايه اللي انا لابساها والجلابيه مش عارفه انتوا بتقولوا عليها ايه، فانا مش عايزاها تتغرق، فكنت مشمراها، فمشمراها لحد فوق. ليه انا ما كنتش عايزه، مش عايزاها تتغرق؟ عشان كان في حد جاي لي، فمش عايزاها تتغرق. ف قمت مشمرة الكم كده بتاعها، فايدي كلها بقت باينة، فعشان اداريها لبست المعصم. بس كده، واسيبكم على